السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الميساج لدوك كريافة اللي في الناظور وفي الحسيمة، يعني ما فهمتكمش أنا، والله ما فهمتكم. خارجين كديروا الإضراب مع الزفزافي وخارجين الناس كاملين. ما عندناش المشاريع، ما عندناش سبيطارات، ما عندناش، ولكن عندكم باش ديروا عرس بالملاير. عندكم عرس باش ديروا الفنانين وتبرعوهم وتغرموا عليهم. عندكم عرس باش ديروا القضبان والشواو. غادي نقول للناس ديال الناظور وديال الحسيمة، راه الدولة ما كديرش كل شيء. الدولة ما كدير شي حاجة حتى يكون المواطنين بعدا عندهم روح المواطنة. ما تيهمش يكون كيبيع الحشيش ولا كيبيع البلوط. المهم شد الفلوس، سواء كان جابها من الخارج ولا من الداخل، يعني يساهم في التنمية ديال مدينته. ما يتسناش الدولة تتبني له السبيطار وتبني له الطرقان ولا التي جي في. وغادي نقول لكم الدولة وقتاش كتدخل، وقتاش كدير التي جي في، وقتاش كدير السبيطار. ملي الناس كيكونوا هما بعدا اولا دايرين دي كافي، دايرين دي ريستورون، دايرين داكشي السياحه. والكافي ما غاديش يبنيها الدوله، ريستورون ما غتبنيهاش الدوله، جامع ما كتبنيش الدوله، اوطيل ما كتبنيش الدوله، مسبح ما كتبنيش الدوله. فلذلك هذوك الناس ديال الخارج ودوك الحشاش اللي كيبيعوا الحشيش، بلاصه ما يديروا العراسات في الملاير يديروا مشاريع. اولا غيخدموا هذه المنطقه ما يبقاوش جالسين. ثانيا غيديروا مشاريع اللي غادي تحفز او تشجع الحكومه باش دير لهم لوطوروت توصل عندهم، ودير لهم تي جي في، ودير لهم طوبيسات. الدوله ما كتحرك لشي مدينه حتى كيكونوا مواليها جهزوها بالحوايج اللي هما بريفي، قهوات، ريستورون، اوطيلات، العاب، فهمتوا، مسابح، سينمات. هادشي بحال في مراكش مثلا، اللي داير السينما ماشي من الدوله، اللي داير لي زوطيل ماشي من الدوله. وديك الساعه ملي ولات مراكش مدينه فيها كل هاد الاحتياجات وفيها كل هادشي ديال السياحه، الدوله اضطرات باش توصل التران تما وتوصل تي جي في ووصل هذا ودارت لهم الطوبيسات. ها الدوله ما كتصرفش على بلاصه ميته، الدوله ما كتصرفش على مدن كيخسروا فلوسهم في العراسات، الدوله ما كتصرفش على واحد المدينه اللي مواليها ما باغيش يصرفوا على راسهم. فلذلك ملي خرج الزفزافي كيهضر في ذاك الوقت، بغى قال لك علاش ما عندناش دي زوبيتو، ما عندناش اوطيلات. الاوطيلات كديرهم البريفي، كيديروها الناس ديال الخارج. كون بناو 100,000 اوطيل، ولكن شنو كيديروا صحاب الناظور ولا كيمشيو كيستثمروا في طنجه وفي تطوان وكيستثمروا في مراكش وكيخليو مدينتهم عريانه. دونك الماجيه، المره الماجيه ملي تبغيو ديروا شي اضراب وتبغيو تغوتوا على حقكم وتقولوا الدوله ما كدير لكمش، انا ماشي كندافع على الدوله، كنقول كلمه حق. ظروف هذوك اللي كيبيعوا الحشيش بالملاير، وظروف هذوك اللي خدامين برا بحال بلجيكا، بحال هولندا، بحال فرنسا، ما عمرنا غير صحاب الناظور وصحاب الحسيمه. نقول لهم ملي تبغيو ديروا المشاريع ديروها في بلادكم اولى، صدقه صدقه في المقربين اولى. وملي تبغيو ديروا عراسات فكروا في الانسان اللي ما عنده ما ياكل. وملي تبغيو ديروا كاع عراسات عرضوا على الفنان اللي حداكم من وجده، من ناظور، من تازه، هذيك المنطقه. اما هذوك اللي كتعرضوا عليهم جاي من اسبانيا ومن فرنسا ومن الرباط ومن كازا، عندهم اللي يعيط لهم، كيعيط لهم في موازين، كيعيط لهم. خارج الميلودي كيقول لك اللي بغى يتغنى يمشي للحسيمه. ايوا فين الاضراب؟ ما عندنا سبيطار، ما عندنا طرقان، ما عندنا. فخموا شويه وما تكونوش بلداء. راه مشكله ديال الحسيمه وديال الناظور في الناس الاثرياء اللي عندهم فلوس مخورين مع عقلهم. في هذوك الناس اللي كيبيعوا الحشيش ويبيعوا المخدرات، يا حرام حرام الله ما خسرها في بلادك، ما خسرهاش في عرس. وهذاك العرس اللي دارك شكون اللي ضمن لك ديك العروس غتبقى مجوجه وداك العريس اللي خداها؟ كديروا شي حوايج يعني ودايرين الفضايح، وفي الاخر اضراب مالنا ما عندناش باش ناكلوا السردين. نورمال، نورمال، لان الاثرياء ديالكم والاغنياء والناس اللي كيبيعوا الحشيش، الناس اللي عندهم التجاره والناس اللي في الجاليه عندهم فلوس كثيره كي انفيستيو في جهه اخرى. علاش كيقولوا لا انفيستينا في الناظور والحسيمه ما نقدروش نفذوا؟ دونك يدير مشروع في طنجه، ولا يديروا في مراكش باش يتلاقى البنات، كيدير ريستورون يدخلوا عنده البنات، يدير اوطيل يبقى يبيت عنده البنات السلقوطات. الا دار في الحسيمه وفي الناظور غادي يعسوا عليه ويشوفوه ما يبغيوش داك الشيء. انا عطيتكم علاش في دوك اللي بورجوا ديالكم ودوك الحشاشه ودوك الناس اللي في الجاليه ما كيديروش المشاريع في الحسيمه، ولو هما تزادوا في الحسيمه وتزادوا في الناظور وتا هما كيشكي يقول لك ما عندناش ريستورون، ما عندناش اوطيل. هو القليل فيهم عنده اوطيل في مراكش ولا في كازا ولا في الرباط ولا في تطوان وطنجه. شكون اللي معمر طنجه؟ غير يافا. شكون اللي معمر تطوان؟ غير يافا ومراكش. ولذلك المره الماجيه بغيتو ديروا الاضراب، ولا حتى خرج الزفزافي بغا يدير الاضراب، ديروا الاضراب على دوك الناس ديالكم، دوك اللي عندهم بطوات كيديو الحشيش ويجيبوه، دوك كيدخلوا المليليه كيجيبوا التجاره، دوك الناس اللي عندهم المملكات في سميتو في هولندا وبلجيكا. هذوك هما اللي خصهم يديروا لكم مشاريع لداخل. ولكن انا قلت لكم راه ما يدير لكمش المشاريع السياحيه حيت فيها البناوت، وهما عزيز عليهم البناوت. دونك هذوك البناوت كيمشيو كيديروا لهم يديروا مشاريع برا باش ما شافهم حد. وانتم يخليو والديه ويخلي امه ويخلي خالته وعمته كلشي كيبكيو ما عندهم لا سبيطار، والسبيطار براسو كيديروه ناس بريفي، الا ما دارتوش الدوله كيديروه بريفي ويربحوا فيه.
ولكن لا، الريافه عارفين اش كيديروا. نهضر على الشباب ماشي على الناس العاديين. الناس العاديين راه عمرها دار. اما دوك الشباب اللي عندهم فلوس كيجيبوا فلوس كيقول ندير انا اوطيل في مراكش ونشوف البنات داخلين خارجين، ندير ريستورون، ندير كافي سلا في الرباط ونفسد مع راسي ما شافني حد. وفي طنجه صافي فهمتوا. وما يديرلكمش مشاريع لداخل، كيشدوا دوك الفلوس ويزلعوهم. شنو يديروا عندكم؟ يديروا عندكم العراسات، وملي يديروا العراسات يعرضوا على الاجواق من كازا ومن الرباط ومن الداوديه وميلوديه. شيء غريب غريب عند هاد الريافه، والله شيء غريب. ومن بعد علاش الدوله مبغاش تستجب؟ علاش جنات هذوك الناس ديال الريف؟ لان كنشوف كسالى عاطينا غير النعاس والقصاير والغرايم كيكونوا كيغرموا. راه هما اللي في التيك توك كيحطوا السبوعه والنمور على السلبوطات، ولكن باش يحطوهم لهذوك الاهل ديالهم ويبنيو ليهم ويصايبوا، يبنيو غير قهوات وداك الشيء زويون ويصايبوا البحر وقادوه يعني واش غنقول لك. كاين تما واحد لوطيل كبير تما كنعرض عليا مولاه باش نديرو الاشهار انا ومراتي، ومشينا فعلا اوطيل كبير منه البحر حتى هو بريفي. ولكن الريافه ما كيدخلش تما، كيمشيو لطنجه وداك الشيء باش يفسدوا. ما يقدروش يديروا تما لان محظيين، حيت الريف كله يعني ناظور ودوك المناطق والحسيمه شي مراقب شي حاضي شي، فكيخرجوا يفسدوا ويستثمروا برا ويعيشوا برا والسياحه برا، ومخلين بلادهم فقيره، مخلين الحسيمه والناظور فقراء ما عندهمش البنيه التحتيه. دونك البنيه التحتيه كتجي من عند الدوله، هي الطرقان وهي التي جي في، ولكن حتى تيشوفوا مواليها داروا اوطيلات وداروا الناس خصهم يمشيو للوطيل، الناس خصهم يمشيو للكافي، الناس خصهم يمشيو للمسبح، الناس خصهم يمشيو للسينما، الناس خصهم يمشيو للمنتزه. دونك ملي كدار هاد المسائل بريفي، الدوله كتلقى راسها بزز منها توصل لك من الرباط وكازا واكادير، توصل عندك حتى الاوطوروت حتى عندك، وتوصل عندك التي جي في، وتوصل عندك الترامواي وكلشي. فهمنا دابا؟ اذا الفلطه نعاود عاوتاني، الفلطه من هادوك اللي كيبيعوا الحشيش كيدخلوا اموال كثيره، ومن هادوك الناس اللي عندهم الاموال من الجاليه، والناس اللي عندهم المعامل برا وكل شيء هما يافا. ولكن المشكل كيستثمروا برا باش يتسلقطوا برا ما يشوفهم حد. انا جبت لكم الصافي، علاش ما كيستثمروش الناس ديال الناظور وديال الحسيمه؟ ما كيستثمروش في مدينتهم، عاطينها التقار. كيقول لك هنا الاهل ديالنا حاضينا، حنا ملتزمين، حنا كنحشموا. اش غنديروا؟ غادي نخليو الحضايا ونخليو الاهل ديالنا وحبابنا ونمشيو نستثمروا في بلاصه اخرى اللي فيها البنات وفيها العيالات. التفكير خاوي. حاولوا تشوفوا هذا الفيديو تفهموه مزيان وتعرفوا شنو واقع عندكم في منطقه الريف. راه ماشي الدوله اللي هاملاكم، الدوله هاملاكم لان نتوما هاملين راسكم. فكنطلب ان شاء الله الفيديو يوصل لهذوك الناس اللي عندهم فلوس، الناس اللي عندهم في الجاليه، الناس اللي كتبيع حشيش، ردوا بالكم من مدينتكم. راه ساهل، كل واحد يدير اوطيل، واحد يدير جامع، واحد يدير قهوه، واحد يدير وغتربحوا. دا جامع راه تربح فيه عمرو بالكراجات من التحت وفوق يصليو، والناس اللي تحت سكرين الكراجات انت رابح. اللي غيدير ريستور، اللي يدير مسبح، اللي يدير كذا، ها هي ولات منطقه سياحيه. ها الدوله ولات مجبره باش توصل. الوزراء غيبغيو يمشيو عندكم، الناس ديال البرلمان غيبغيو يمشيو عندكم، الملك غيبغي يمشي يدوز عندكم العطله. فضروري غادي يفكروا يديروا لكم البنيه التحتيه من التران ومن كل شيء، ومن تي جي في ومن الطيارات، ويديروا لكم اللي بغيتوا. ولكن كتسناو الدوله تخدم لكم وانتم ناعسين وفلوسكم كتشتوا في طنجه على ود الفساد، عمركم ما غتوصلوا. غتبقى مدينتكم مهموله وانتم دايرين الاضرابات.